تخيل لو هربت سوبر ماركت ضخم لزمان مصر القديمة قبل 4000 سنة. اليوم الأول فجأة تظهر في مصر القديمة ومعاك عربية مليانة بمنتجات بالجملة، ورق تواليت، أكل مجمد، وسناكس تكفي بلد كاملة. الحراس يشوفوك بتظهر من العدم، واحد يغمى عليه والتاني يجري، الناس كلها تسكت فجأة ويبدأوا يعتقدوا إنك إله، لكن الحقيقة أنت بس واحد بيحب ياخد سناكس قبل ما يفكر. اليوم التاني تبدأ توزع عينات أكل على الناس، جندي يجرب دجاج مشوي ويبدأ يعيط من طعم الأكل، الناس تركع حواليك كأنها بتعبدك، بس في واحد واقف بعيد، الكاهن الأكبر، مش بياكل بس بيكتب ملاحظات. اليوم الثالث توصلك دعوة من الفرعون بنفسه، ختم ذهبي ودعوة شخصية، فتاخد العربية وتمشي للقصر مبتسم. اليوم الرابع الحراس يقولوا لازم ناخد العربية الأول علشان نحفظها بأمان، وانت طبعا مش مصدق، بس هم ما كانوش بيسألوا. اليوم الخامس تصحى في ظلام تام، جدران حجرية، لا عربية لا أكل ولا مخرج، وفوقك آلاف العمال شغالين بيبنوا حاجة ضخمة جدا، انت اللي أطعمتهم، انت اللي وفرت لهم المؤن، والحاجة دي هتفضل تحير البشر لآلاف السنين، والغريب ولا حد هيعرف إنك السبب.